بداية اسمحوا لي أن أنقل تعزية أخي وشقيقي صدقي الناقد في سجون العدو الإسرائيلي، ونقول معا سنبقى على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. مشايخنا الأفاضل، ضيوفنا الكرام، أيها المشيعون الأعزاء، نجم هوى وغابة ذبلت وحزن عميق يطوف في خواطر كل الجولانيين ويعانق جرح الوطن الدامي. اليوم نودع قامة من قامات الجولان السوري المحتل، ابن مجدل شمس البار، ابن سوريا الوفي لهذه الأرض الطيبة المباركة. إنه المرحوم المناضل المقاوم أبو محمد أسعد الصفدي الذي فارقنا عن هذا العمر المديد وحمل مأساة رحيله الشخصية إلى حيث أراد الله له مسكنا ومقاما مع الشهداء والصالحين في جنات نعيم. يقول المسيح سيد هذا الزمان: من كان له سراج فليعلقه في أعلى المنارة. وأنت أيها الراحل الوفي والوطني الحقيقي، أيها المسجى بيننا، حملت سراج الوطن والمبادئ والأخلاق وقضية الجولان السوري المحتل، ورفعتها مع رفاقك المناضلين الراحلين منهم والأحياء في قمة المجد والكرامة ومنارة الوطن الغالي المفدى. فكنت العنوان والقدوة لجيل كامل آنذاك ولأجيال لاحقة فيما بعد في أصعب ظرف وأحلك أيام مر بها وطننا سوريا عندما احتل العدو الصهيوني جولاننا الحبيب، هذا الجزء الأصيل والمنتمي بعمق التاريخ وهوية الإنسان الشريف إلى سوريا الأم، وطن العز والشرف وحماة الديار. كم من مرة خطرت أيها المناضل الراحل بحياتك وكنت في مقدمة رفاقك الشجاع الجريء الذي اخترق الموت ولم يمت. اجتزتم الأسلاك والحواجز ورصاصات العدو الغادرة لتصل إلى قلب الوطن، دمشق الفيحاء عاصمتنا الأبدية الذي صار معها الزمان وكانا توأمات تاريخ وحضارة البشرية. حملت أيها الراحل عنا لواء الصمود والبقاء والتجذر في هذه الأرض، وسرت في طريق الحق رغم قلة سالكيه، وإنه طريق المقاومة وديمومة المبادئ الوطنية لقطرنا الغالي. فكنت سرا من أسرار الوطن وغاياته الشريفة وراياته العالية الخفاقة. حياتك يا أبا محمد أسعد كلها وقفة عز وشموخ، تناجي روحك المؤمنة بالله ونفسيتك النبيلة التواقة للحق وتحرير الأرض من دنس المحتلين الصهاينة. عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. مشايخنا الأجلاء، ضيوفنا الأكارم، أيها الأهل في جولاننا العربي السوري الحبيب، وما الحكم والسلطان إلا لواحد، أوقاته تمضي وأقداره تجري، فعول عليه في الشدائد كلها، فألطافه تأتيك من حيث لا تدري. قضت الحكمة الإلهية أن تكون الحياة طريقا إلى الممات، فمثل الدنيا مثل دار ضيافة تنزل بها الضيوف حينا ثم يغادرونها، فهذه هي سنة الله في خلقه، ولن نجد لسنة الله تبديلا. أيها الأهل، كما إن الموت علينا حق، فحق علينا أن نتذكر أحياء رحلوا عنا وأن نذكر لهم فضائلهم بما تركوه لنا من إرث إخلاقي واجتماعي وقومي يجعلنا نتبع خطاهم ونسلك دربهم واثقين فخورين مؤكدين على إننا خير خلف لخير سلف. برحيلك يا خالي أبو محمد أسعد سترتفع فوق تلال الجولان الغالي المحتل راية الحداد السوداء على فقدان رجل استحق وبجدارة لقب فقد ومؤسس الحركة الوطنية. وبرحيلك أيضا سترفرف فوق الجولان الحبيب راية التحدي المرفوعة دائما لتعلن من جديد الانتماء للأم سوريا الغالية رغم أنف الاحتلال.
ترجلت أيها الفارس الذي قاومت كل أشكال الاحتلال، ووقفت شامخا كشموخ جبل الشيخ بوجه المحاولات الصهيونية لإبقاء الهوية السورية لجولاننا الغالي. لم يضرك السجن، بل كلما اعتقلت اشتد عودك في مقاومة الاحتلال، معلنا بصوت عال: هذا وطننا ونحن هنا، فسوريا هي الأم وسوريا هي الأب، ولن تستطيع أي قوة أن تفصلنا عن أمتنا وهويتنا. اليوم يأخذ